بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنقدم لكم شرح جديد لبرنامج محول صيغ الفيديوهات. احنا بنعاني كلنا من مشاكل كتيرة في الفيديوهات بسبب حجمها الكبير. تصوير بقى ومن الموبايل بتبقى الحجم كبير جدا وساعات الساعة مبتبقاش مكفية معانا. فالبرنامج ده بيقدم لنا الحل في الموضوع دوت. هو بيحول صيغ بيحافظ على نفس الجودة لكن بتبقى الحجم أقل شوية. متعدد طبعا الصيغ وكده تقدر ترفع بيها على النت لو انت حابب او تحتفظ بيها على جهازك. برنامج سهل ما بيحتاجش اي سيريال او كراك او كده ومجاني. ده اهم حاجة فيه وبسيط في الاستخدام. هنشوف مع بعض طريقة تحميله من على النت. هحط لكم رابط الموقع في صندوق الوصف تحت الفيديو، ونبتدي مع بعض نشتغل نشوف البرنامج عبارة عن ايه. ده الموقع بتاع البرنامج زي ما انتم شايفين. برنامج فري ما بيحتاجش اي حاجة. نضغط هنا داونلود، هيحولنا لصفحة تانية مباشرة. هنختار طبعا التحميل بتاعنا المناسب. نختار اول واحدة، والتانية بيبقى مضغوط والكلام دوت مش مشكلة دلوقتي. طبعا اول واحدة اهي مناسب طبعا لجميع صيغ الويندوز، وابتدى التنزيل معانا زي ما انتم شايفين اهو. ما علينا، انا عندي نسخة من البرنامج فهنضطر نوقف دوت دلوقتي ونثبته. طريقة التثبيت زي ما انتم شايفين اهو البرنامج. طريقة التثبيت طبعا بنضغط دبل كليك ونضغط على ران. يس، ما فيهوش اي حاجة. نيكست، اكسبت، نيكست، 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 نيكست لحد النهاية. هياخد طبعا وقته في التثبيت. ده شكل ايقونة البرنامج بعد ما بيخلص. تمام، احنا طبعا هنفتحه فبنسيبه. ده شكل البرنامج. برنامج مفيهوش اي حاجة، يعني سهل جدا ومجاني زي ما احنا شفنا. about فري، مجانا. بشكل بسيط كده انا كنت عامل فيديو عشان خاطر نبين الجودة بتاعت التحويل بعد جودة الفيديو بعد التحويل طبعا، وبعد ما يقل حجمه هنشوف الحجم بتاع الفيديو دوت. تمام، ده عامل 242 ميجا. الفيديو مدته دقيقة يعني بسيط. بص على الجودة كده مع بعض اهو. جودة عالية والصورة النقاء بتاعها كويس اهو. طيب، طريقة بقى تشغيل البرنامج والشغل عليه برضو مفيهوش حاجة صعبة خالص. هنضغط على البرنامج نفتحه. ممكن طبعا عن طريق السحب والترك ناخد الفيديو اللي احنا هنحوله نحطه فيه كده، ونختار صيغة التحويل اللي احنا عايزينها. طبعا كل الصيغ اللي في بالك هتلاقيها فيه، اي صيغة AVI MPEG اي حاجة MP4. طبعا دي افضل صيغة في رأيي، يعني عشان خاطر بتقلل جدا من حجم الفيديو وفي نفس الوقت بتحافظ على جودته. لكن احنا هنعمل تجربة بحاجتين، يعني بالاي في اي طبعا هتقلل كتير بس طبعا هيبقى فيه حجم اكبر، والام بي 4. نبدأ بده ونقول له اوكي. هنا بنختار المكان اللي هنحفظ فيه الفيديو. هنختار على الديسكتوب برضو ونقول له كونفيرت. طبعا لو عايزين نشوف الفيديو بنشوفه من هنا عشان تبقوا برضو ايه معانا. طيب، نقول له كونفيرت. ما بياخدش وقت خالص العداد اهو بتاع التحويل. هنفصل بس لغاية ما يخلص وبعدين نرجع لكم تاني. كده انتهى معانا التحويل والفيديو جاهز للعرض. قبل اي حاجة طبعا هنتأكد من المساحة. طبعا زي ما قلنا ده 242. هنشوف ده هنلاقيه عامل 42، يعني في 200 ميجا انت مستفاد بيهم. طب نبص على الجودة. تقريبا ما قلتش، تقريبا هي.
يبقى انت استفدت بمساحة على الجهاز بتاعك 200 ميجا تقريبا اهو. برنامج سهل وجميل. لو اخترنا صيغة تانية مثلا نحول بيها، ممكن نختار مثلا MP4. ممكن نعمل لده ريموف ونختار له نعمل اد من اول وجديد. ده الفيديو الاصلي مثلا MP4، خلينا في دي افضل. تمام. وعلى الديسكتوب برضو نفس الحكاية، خلينا فيه ونقول له convert. هيتحول معانا. ده الفيديو اللي هو AVI، وده ال MP4، والاصلي طبعا كان بصيغة DVD، عشان كده بيبقى مساحته كبيرة جدا. لما يخلص طبعا هنرجع لكم. خلاص انتهى التحويل والفيديو جاهز معانا للعرض. هنبص الاول برضو على المساحة، اهم شيء عندنا 8 ميجا، لك ان تتخيل يعني. طيب نشوف الجودة. تقريبا مفيش فرق، تقريبا مفيش فرق، وانتوا احكموا بنفسكم. حاجة جميلة. اه مفيش اي فرق. البرنامج ده وفر عليا يعني عايز اقول جيجات من اللي كانت على الجهاز عندي، وحولت بيه فيديوهات كتير جدا. انا ما بستخدموش في اكتر من كده، يمكن انتوا بقى تقدروا تتعمقوا فيه اكتر لو كان في حاجة تانية. في طبعا القائمة ممكن تعمل بريفيو، تعمل ايقاف مؤقت للتحويل وبعدين او ستوب وهكذا. بس ده كان كل اللي عندنا النهاردة. بشكركم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في شرح آخر. السلام عليكم ورحمة الله.